على رايه، نشد رايه ونقدم الرايه للبيضاء. هذا باتفاق الشيوخ. هذا باتفاق. اي والله شيخ. ما اريد الخوض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انتم قاعدين كلكم اعملوا. ابني عمي ما يحتاج هذا الحكي، والله ما يحتاج. عوف الماء، عوف. ما يحتاج الحكي. مشايخنا أول مرة على المقدمة السادة الأجلاء وأصحاب الفضيلة أصحاب السماحة، أهلا ومرحبا بكل القدوم، كل عشائر العمارة، من أقول شعب وأقول بدراي وأقول آل زينت وأقول بليلام، قد إنه أنسى أقول كل عشائر العمارة. حياكم الله وهلا بكم. حقيقة القاعدين بعد للكلام وتعرف، والحدث اللي راهم هنا منطقة الحسينية ما كان حدث عابر كباقي الأحداث اللي يصير عندنا بعشائرنا، بنوع من عدم الإنسانية، بنوع من اللامبالاة، يعني تصرف الإسلام بعيد عنه. اليهود قد يكون ما يتصرف هذا التصرف عليه، لكن قلت المؤمن الحدث وقع عليك شلون تصلح الخطأ. يا مشايخنا أبو محمد بصورة عامة وكل عشائر الحسينية وكل عشائر العمارة، من سمعت بالحدث حقيقة ما رضت، لأن هو باكر اليوم صارت وياك وتصير ويا طرف آخر. عليه المشي صلوات على محمد ناس كثير، وتردون نستخدم الطرق اللي نقول طالب هالقد وأوقف هالقد. اكو احد المشايخ حكى حكايه اللي هو شيخ اشياء، قال انتم اصحاب القرار وانتم اصحاب الحكمه واصحاب المعرفه. احنا نعم عندنا هاي المعرفه، لكن نوبات خلفه بس ما يعرف يبني البيت ماله، يعاونونا بالبنيان.